نبداو السيد مبدا عقد نفسك اولا. أستاذ يتمو أستاذ باحث في مجال تاريخ السينما والسيميولوجيا. أولا السي يتفهموا كيفاش كتشوفوا الدورة السادسة عشر السينما الإفريقية وخير؟ في رأيي الخاص هي دورة ناجحة على مستوى اختيار الأفلام، وناجحة كذلك على مستوى التنظيم، وكذلك هي دورة ناجحة على مستوى قيمة المشاركين في هذه الدورة. أعتقد بأن مجموعة من الأسئلة التي طرحت فيها هي نوع من النجاح، تشكل نوع من النجاح، حيث أنه تم النقاش حول السينما والأداب، حول التعاون المشترك بين الدول الأفريقية، حول اللغات بإفريقيا، ومجموعة من القضايا التي طرحت السنة هذه اللي ما طرحتش قبل. ربما السينما الإفريقية كتعاني من خلال تتبعكم من مهرجان السينما الإفريقية، وكأنكم بصفة صديق ديال المهرجانات الدورات السابقة. شنو هي القيمة المضافة اللي كاينة في هذه الدورة؟ القيمة اللي يعني لا سبيسيفيتي كالاسم الفرنسوية. لا، هو أولا أنطلق أنا دائما من البدء بأنه كل فيلم إفريقي فهو معجزة كالمطار بالصحراء. وأعتقد بأن القيمة المضافة لهذه الدورة هو كون بطبيعة الحال هناك نأكدوه اللقاءات الليلية. هي عظيمة، لأنه بالليل بعد 12 يكون الوحي أكثر قوة وأكثر إبداعا. فأعتقد بأن هذه الدورة هذه ما يثير الانتباه فيها هو ذوك النقاشات ديال الليل. ربما شنو بغيت تكون معنا كتكلموا اللقاءات ديال الليل، شنو الدورة الرئيسية يعني منطلقة إنتاج والإنتاج المشترك بين الدول الإفريقية، وخاصة أن هذا الإنتاج هو اللي يشكل واحد العائق خاص في الدول الإفريقية اللي تعتمد على دعم خارجي دائما. شنو هي الخلاصة اللي يمكن تعطينا، يعني كيفاش تشوف من منظوركم كناقد سينمائي كباحث، كيفاش يمكن يعني هذا الإنتاج يتطور ويزدهر بإمكانيات إفريقية محضة؟ في رأيي أول عمل من أجل الإنتاج فهو تحسيس الشعوب الإفريقية بأهمية السينما. هذا أول حاجة. لكي يتم التحسيس بأهمية السينما فلا بد من مشاهدة الأفلام المنتجة، ولكي تشاهد هذه الأفلام لا بد من مفهوم الكوتا في القنوات التلفزيونية الإفريقية. كوتا الأفلام الإفريقية تكون كوتا معينة، إضافة إلى خلق قناة تلفزيونية أو قناة سينمائية خاصة بالأفلام الإفريقية.